الفيلم بيبدأ مع دراسة وهي قاعدة في كهف وسط الجبل، مستنية اللحظة المناسبة عشان تنفذ مهمتها. أول ما الوقت بيجي بكل هدوء بتجهز السلاح بتاعتها وبتصطاد حد من مسافة بعيدة جدا، وبعدها بتتحرك من غير ما تسيب أي أثر. بالمناسبة دراسة مش جندية عادية، دي قناصة روسية محترفة ووراها تاريخ طويل من العمليات الناجحة. في الناحية التانية لافي بيصحى مفزوع كعادته، لأنه أصلا بيعاني من الأرق وما بيقدرش ينام بالليل. بياخد بعضه وبيمشي يقعد على الشط يسرح لحد الصبح. مع أول ضوء بيوصلوا أمر من الجيش إنه لازم يجي القاعدة العسكرية حالا. ليفي بينفذ الأوامر وبيروح، وبمجرد ما بيوصل بيلاقي إنهم مستدعينه لمقابلة شخصية مهمة. لما دخل لقى ست غامضة، مش عارف هي مين ولا عاوزة منه إيه. الست دي بتعرفه بنفسها وبتقوله إن اسمها بارثولوميو، لكن وظيفتها الحقيقية في الجيش مش واضحة. بارثولوميو مسكت ملفه وقالت له ملفك بيقول إنك كنت قناص محترف في الجيش بس سبت الخدمة، ومع ذلك لسه بتنفذ مهمات لما بيحتاجوك. لافي وافق الكلام وقال لها إنه اضطر يسيب الجيش بسبب مشاكل نفسية منعته من النوم لفترات طويلة، لكنه بينفذ أي عملية تتطلب مهاراته. وقتها بارثولوميو عرضت عليه مهمة جديدة، لكنها رفضت توضح أي تفاصيل وقالت له ببساطة هتعرف كل حاجة لما توصل للمكان المطلوب. بعد وقت مش طويل لافي صحي وهو حاسس إنه كان متخدر، لقى نفسه على طيارة حربية مش عارف هو فين ولا إيه اللي بيحصل. واحدة من الطاقم جات له خدت منه كل حاجته، وعرفته إنه هيقفز بالمظلة وبعدها هيمشي مسافة معينة لحد ما يقابل جندي أمريكي هياخده المكان الخدمة. ليفي كان في قمة الاستغراب بس ما كانش عنده أي خيار غير إنه ينفذ الأوامر، وبالفعل نط من الطيارة. مرت أيام وليفي بيقطع المسافة وسط الغابة لحد ما أخيرا وصل للجندي اللي مستنيه هناك واللي طلع اسمه جاسبر رحب بيه وخده على مكان الخدمة اللي كان عبارة عن برج مراقبة ضخم على سور هائل. جاسبر شرح له إن المكان ده اسمه الأخدود، وهو محاط بأسوار ضخمة من كل ناحية، وفي برجين مراقبة، واحد في الشرق وواحد في الغرب، وكل برج فيهم فيه جندي بيتمركز لمدة سنة كاملة. لكن الأغرب من كده إن جاسبر قال له إن المكان ده بقاله 75 سنة متأمن، وخلال كل الفترة دي محدش عارف سر الأخدود لأنه متغطي بحاجز إشارة بيخفي وجوده عن أي قمر صناعي أو أي محاولة رصد. ليفي حس إن الموضوع كله تافه وما فيهوش حاجة مريبة، لكن جاسبر قرر يوريه حاجة بنفسه. مسك قنبلة صغيرة ورماها جوه الأخدود، وفجأة انفجرت القنبلة وبدأت أصوات وحوش مرعبة تتسمع من تحت. ساعتها ليفي استوعب إن الأخدود مش مجرد مكان عادي، وإنه مليان كائنات مرعبة محدش يعرف عنها حاجة. مرعوب من اللي سمعه ليفي سأل جاسبر عن حقيقة الأخدود، فرد عليه وقال محدش عارف بالظبط إيه اللي جوه، كل اللي نعرفه إن خلال الحرب العالمية التانية الجيش بعت 5500 جندي لاستكشافه، لكن ولا واحد فيهم رجع. ومن وقتها الحكومة قررت إنه يفضل سر للأبد، ومهمتنا الوحيدة هنا هي حراسته ومنع أي حاجة جوه من إنها تطلع بره. ليفي حس برعب شديد لكنه وافق على المهمة وعاد اليوم الأول. لكن هنا بتحصل المفاجأة الحقيقية. بعد ما جاسبر سلم المهمة لليفي كان المفروض يستنى المروحية اللي هترجعه لوطنه، وبالفعل الطيارة جات وأخدته، لكن بعدها بلحظات بدون أي مقدمات قتلوه ورموه من الطيارة. ليفي كان عايش حياة روتينية مملة، كل يوم بيبدأوا بالتأكد من أنظمة التخفي المنتشرة على السور، وبعدها يراجع الأسلحة الأوتوماتيكية اللي بتشتغل لوحدها وقت الخطر، وكل شهر كان لازم يبلغ القيادة إن كل حاجة تحت السيطرة، وأي محاولة منه للكلام عن حاجة زيادة كانت بتتقفل في وشه، وكأنهم مش عاوزين يسمعوا غير إن كل شيء تمام. حياته كانت ماشية بنفس الشكل ده لحد ما في يوم لمح حركة غريبة عند البرج المقابل. مسك المنظار وبص فلقى القناصة اللي هناك دراسة، رغم انه ما يعرفهاش لكن واضح انها كانت بتؤدي نفس مهمته. مع مرور الوقت كان كل ليلة بيفوق مفزوع بسبب كوابيس بتطارده، اشباح من ماضيه، ومن بعيد دراسة كانت شايفاه حاسة بمعاناته لانها هي كمان عندها نفس الجروح القديمة اللي مش بتلتئم بسهولة. مرت الايام وفي ليلة عيد ميلادها كانت حاسة بوحدة قاتلة، فقررت تلفت انتباهها. رفعت مسدسها وضربت طلقة في الجو. ليفي سمع الصوت، بص من المنظار لقاها كاتباله على ورقة إن النهاردة عيد ميلادها وإنها عاوزة تتعرف عليه. رغم إنه كان دايما ملتزم بالقواعد لكنه حس بفضول يخليه يرد عليها. من وقتها بقوا يتكلموا كل يوم، يحكوا قصص، يتحدوا بعض في القنص كأنهم بيحاولوا يهربوا من الواقع اللي هم فيه. لكنها في يوم حذرته، طلبت منه يبص بسرعة على السور، وهناك شاف كائنات غريبة طالعة من الأخدود بتتسلق بسرعة. من غير تردد مسك سلاحه وبدأ يطلق النار، ودراسا هي كمان دخلت المعركة بتمطر الوحوش بالرصاص. القتال كان عنيفا لكن حصلت غلطة، ليفي بالغلط ضرب لغم وانفجاره أصاب دراسة فوقعت فاقدة الوعي. وقتها قرر إنه مش هيسيبها، فضل يحارب بكل قوته
ومعاه المدافع التلقائية اللي اشتغلت تلقائيا ضد الوحوش، وبعد معركة شرسة قدروا ينجوا. لما فاقت دراسة بدأت تعالج نفسها، أما ليفي فقد الليل مترصد المكان بيحرسها من بعيد مستعد لأي خطر جديد. اليوم اللي بعده وهو بيراجع الألغام اللي انفجرت ظهر جنبه درون. الغريب إن الأسلحة التلقائية ما استجابتش ليه، كأنها عارفة إنه مش عدو. ليفي استغرب لكنه حس إن الدرون دي تبع السيدة بارثولوميو، ففضل ساكت. بمرور الأيام العلاقة بينه وبين دراسة اتغيرت، القرب بينهم زاد رغم المسافات، وبقت حاجة من الحاجات اللي بيستناها كل يوم. لكن في يوم لمحها قاعدة لوحدها بتعيط. لما سألها عرفت إنه بسبب ذكرى مؤلمة تخص والدها. وقتها قالت له كان نفسي تكون جنبي دلوقتي. الكلام ده ما طلعش من دماغه. في اليوم اللي بعده أخد سلاح الار بي جي، بس بدل ما يستخدمه للقتال حط فيه خطاف بحبل وضربه ناحية برجها عامل جسر بينهم. لما شافت اللي عامله ضحكت لأول مرة من قلبها، وهو من بعيد قال لها النهاردة بالليل هجيلك. وبالفعل جهز نفسه واتحرك عبر الحبل، ولما وصل أخد دش وقعدوا يتكلموا طول الليل. في وسط كلامهم ليفاي سألها عن سر الأخدود وعن المخلوقات اللي بتخرج منه وليه بيتسموا الرجال المجوفة. ردت عليه مش دايما لازم نعرف كل حاجة، أحيانا الحقيقة بتكون مؤلمة. رد عليها الألم مش المشكلة، المشكلة إننا نعيش في ظلمة بدون ما نحاول نفهم. رغم كده ما كملوش الكلام وكملوا قضاء وقتهم سوا. لكن تاني يوم وهو راجع لبرجه الوحوش رجعت تهاجم السور وكأنها كانت مستنية اللحظة المناسبة، وده خلى الحبل يتقطع وليفي بين البرجين فوقع في الأخدود. بس لحسن الحظ كان معاه باراشوت. دراسة من غير تفكير جابت كمية كبيرة من الأسلحة وباراشوت كمان وفورا نطت عشان تلحقه. أول ما نزلت دراسة في الأخدود للأسف وقعت في النهر، وكان الباراشوت متعلق بيها، بس بسرعة فكته وطلعت منه. بعد شوية قدرت تطلع من النهر. أما ليفي فكان مغمى عليه من الوقع، ولما فاق لقى نفسه متعلق على شجرة ودودة عملاقة جاية عليه تاكله. بسرعة ضربها بالنار بس وقع على شجرة غريبة. بمجرد ما لمس الشجرة مسكته جامد وبدأت تاكله. كان خلاص هيموت لولا إن دراسة وصلت في آخر لحظة وضربت الشجرة بالرصاص ففكته بسرعة وبدأوا يتحركوا. بس المشكلة إن شوية من الرجال المجوفة شافوهم وهجموا عليهم ففضلوا يضربوهم بالنار لحد ما خلصوا عليهم. بعد اللي حصل ليفي ودراسة ما كانوش فاهمين المكان ده إيه ولا الناس دي مين، لكن ليفي بص على لبسهم وقال ده لبس الجيش بس من أيام الأربعينات. يعني الرجال المجوفة دول كانوا جنود في الماضي وماتوا لكن لسه عايشين بطريقة مرعبة. كملوا طريقهم وكل خطوة كانت مخيفة. المكان كله كان زي مدينة أشباح. دخلوا بيت كبير عشان يستخبوا شوية، بس لما دخلوا لقوا جثث كتير لناس قاتلة نفسها بنفسها. فجأة سمعوا صوت غريب فبصوا حواليهم. فوق كده الرجال المجوفة هجمت عليهم برضه. في اللحظة دي دراسة رمت قنبلة في المكان وفتحوا طريق يقدروا يهربوا منه بسرعة. بعدها كان لازم يلاقوا مكان آمن فشافوا معمل كبير جنبهم ودخلوا يستخبوا فيه. المعمل كان مكان حكومي مهجور لكن مليان حاجات غريبة ودم في كل حتة. فضلوا يلفوا فيه لحد ما لقوا مولد كهرباء فشغلوه والنور رجع. بعدها لقوا شريط فيديو قديم شغال فقرروا يتفرجوا عليه. ظهر في الفيديو دكتورة كانت بتشتغل هنا أيام الحرب العالمية، حكت إنهم وقت ما كان أوبنهايمر بيطور القنبلة النووية هم كانوا بيشتغلوا على قنبلة بيولوجية فيروس بيدمر العدو نهائيا. بس قبل ما يخلصوا المشروع حصل زلزال عملاق دمر المكان وأطلق الفيروس وسطهم. الفيروس ده بيخلي الإنسان مش بيموت لكنه بيتحول لوحش. وأضافت إن الفيروس انتشر في الأخدود كله وإن أي حد ما ظهرتش عليه أعراض خلال 5 أيام يبقى عنده مناعة ومش هيتحول. بعدها اعتذرت وقفلت التسجيل. ليفي ودراسة اتصدموا لكن فضلوا يسألوا نفسهم لو المكان خطر كده ليه الجيش ما دمرهوش بقنبلة نووية. بدأوا يدوروا في الأجهزة ولقوا أجهزة حديثة جدا رغم إن المفروض المكان مقفول من زمان. فتحوا لابتوب لقوا ملفات لشركة اسمها دارك ليك وفهموا إن الطيارة اللي شافوها تبعهم والست اللي اسمها بارسيليو شغالة عندهم. الشركة دي عاوزة تستغل المكان عشان تصنع جنود خارقين. وأخطر حاجة لقوها كانت ملف اسمه الكلب الضال اللي بيأكد إن في قنبلة نووية ضخمة في نص الأخدود مربوطة بحساسات، ولو حد اكتشف سر المكان القنبلة هتنفجر وتدمر كل حاجة. قرروا يهربوا فورا لكن فجأة ظهر واحد من الرجال المجوفة وخطف دراسة وهرب بيها على حصانه. دراسة حاولت تفك نفسها لكن للأسف أغمى عليها. ليفي جري وراه بكل قوته لحد ما وصل للمكان اللي أخدوها فيه واللي كان نفس المكان اللي انفجرت فيه الصواريخ الكيميائية زمان وانتشر الفيروس بسببه. ليفي قرر ينزل يلحقها لكن دراسة انفقت ولقت الراجل اللي خطفها بيجهز عشان ياكلها. بسرعة فكت نفسها واتعاركت معاه لكن كان هيقدر عليها لولا ان ليفي وصل في اخر لحظة وخلص عليه. بعدها ليفي قال لدراسة احنا لازم نهرب، المكان ده مليان سموم خطيرة. بدأوا يتحركوا لكن فجأة لقوا قدامهم الصاروخ الكيميائي القديم والجثث اللي كانت موجودة فيه. الجثث كانت متعذبة لكن مش بتموت. دراسة بالغلط لمستهم فمسكوها وحاولوا يضموها ليهم. ليفي ضربهم بالنار
ودراسة استخدمت قنبلة، فالمكان كله انفجر بسرعة. هربوا من هناك. في الآخر لقوا مكان فيه عربيات جيش قوية، فقرروا ياخدوا واحدة ويطلعوا بيها على الأبراج، لكن كان لازم يلاقوا الحبل اللي اتقطع في الأول. بعد بحث لقوه وربطوه في رفعة العربية وبدأوا يطلعوا، بس المشكلة إن الرجال المجوفة كانوا وراهم وبدأوا يتسلقوا الحبل. دراسة زودت سرعة العربية وليفي كان بيتعارك معاهم، ولما الوضع بقى خطير رمى عليهم بنزين وحرقهم حتى العربية نفسها. بس هو ودراسة كانوا خلاص قربوا يوصلوا، فقطع الحبل والعربية وقعت على الوحوش، دمرتهم تماما. وهو كمل التسلق لحد ما وصلوا للبرج أخيرا. بعد ما ارتاحوا شوية بدأوا يعالجوا بعض، وكانوا خايفين يكونوا اتصابوا بالفيروس، فقرروا ينتظروا 5 أيام، ولو ما حصلش حاجة لازم قبل ما يمشوا يدمروا الأخدود تماما. بعدها الجيش بدأ يشك في ليفي وبعت جنود يخلصوا عليه هو ودراسة، لكن هم كشفوا المؤامرة ودمروا أجهزة التخفي، فتفاعلت القنبلة النووية تلقائيا. بارسيليو حاولت تهرب لكن القنبلة انفجرت ومسحت كل حاجة. أما ليفي ففضل يجري لحد ما نط في النهر واختفى. بعد 5 أيام تأكدت دراسة إنها سليمة، فهربت على فرنسا وبدأت حياة جديدة. وبعد شهور وهي شغالة في مطعم فجأة بصت وراها لقت ليفي قدامها. أخيرا اتجمعوا وخلص الفيلم. متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو. أشوفكوا قريب، سلام.